امبارح طبعا بالليل شفنا خبر على مواقع التابعة للمخابرات المصرية. بتقول ان في 20 تاجر مخدرات حاولوا يهربوا مخدرات، وبعدين القوات المصرية الباسلة والقوات الإسرائيلية الباسلة أحبطت المحاولة. وانا الحقيقه هفكرك تاني يا سيسنياهو، يا الصبي نتنياهو، لو رجعت لفيديوهاتي قبل ما يحصل اي حاجه في اكتوبر، من اول اكتوبر قلت لك ايه اكتوبر مش حلو، صح؟ ودلوقتي بقول لك كرة التلج كبرت قوي 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 قوي، اكبر من قوتك على التحمل انت وكل العصابات الدوليه، ومحدش هيقدر يوقفها. الموضوع دلوقتي بقى امن قصاد امن، بقاء قصاد بقاء، انسان قصاد انسان، يا كله يعيش في سلام يا الدنيا هتبقى مش حلوه على الكل. وهو ده دلوقتي الواضح ان الامور كلها ماشيه في هذا الاتجاه. موضوع طالما وصل للدرجه دي يبقى احنا نتوقع انه هيتكرر تاني. مهما انت خدت احتياطاتك، الكل دلوقتي بقى بيكرهك. وبعدين خد العبرة من اللي حصل لاخوالك. اخوالك لقوا الناس طالعه لهم من تحت المية، نازله لهم من فوق السماء، مش عارف طالعه لهم من تحت الايه والكلام ده كله. فانا بهمس لك النهارده في اذنك ان اللي جاي مش حلو خالص، اللي جاي مش حلوه خالص. ولو حد بيكتب لك تقارير امنيه ومفهمك ان هم مسيطرين والوضع تمام، انا هو بقول لك النهارده 16/1/2024 الوضع مش تمام، الايام اللي جايه مش حلوه.